السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ الجزء الثامن في تدبر آية. قول الله تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الآية فيها كمية أمان وطمأنينة لا تتخيلوها يا شباب. إن أنت تكون حياتك وصلاتك وعبادتك ومستقبلك، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، حياتك كلها لله رب العالمين، كلها لله، حياتي كلها لله، حياتك كلها بإيده سبحانه وتعالى. هتحس بالأمان بجد لو أنت عشت الآية ديت، إن حياتي يا رب كلها ليك وعشانك وكما أردت. يعني لو ربنا سبحانه وتعالى أراد بيك ضرر، فاعرف إن هو ده اللي هو مختاره لك، فتبقى مطمن. لو ربنا سبحانه وتعالى يسر لك حالك في حاجة، خليك مطمن لأنه ربنا هو اللي مقدره لك. اجعل كل حياتك لله، هتحس بالأمان، ولا هيكون عندك غضب ولا نقمة على الناس، بالعكس هتكون في حالة من التسامح، لأن ده قضاء الله سبحانه وتعالى. وبذلك أمرت، ده أمر من ربنا، وأنا أول المسلمين، إنك تسلم حياتك لله سبحانه وتعالى يسيرها كيفما شاء. عيش السلام النفسي والأمان والاطمئنان وانت حياتك كلها بإيده سبحانه وتعالى. اشوفكم بالخير بكرة مع آية جديدة، مع تدبر آية.